قضينا على الأعداء عن بكرة أبيهم، نقولها بمعنى لم يبقى لهم أثر. ومنا من يقول جاءوا عن بكرة أبيهم، إشارة إلى أناس يجيئون جميعا معا ولا يتخلف منهم أحد. ولكن أغلبنا لا يعلم أن الصواب من هذا المثل هو جاءوا على بكرة أبيهم. والحقيقة أن وراء هذا المثل قصة حزينة لأب فقد أبناءه 10. تقول القصة أنه كان هناك رجل عرف بجبروته وظلمه، وكان له 10 أبناء. حدث ذات مرة أن خرج الأبناء للصيد من دون أبيهم، فأحاط بهم قوم يسعون للثأر من أبيهم، فقتلوهم جميعا ووضعوا رؤوسهم في مخلاة بكرة كانت برفقتهم. والمخلاة هي كيس يعلق على رقبة الدابة، أما البكرة فتعني الناقة الفتية الشابة. بعد حين أطلق سراح الناقة فعادت إلى منزل الأب، ولما وصلت استقبلها محملة برؤوس أبنائه فصدم وقال: آخ جاءوا على بكرة أبيهم. تحياتي.